السلام عليكم يا أحلى متابعين. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد ومميز للناس اللي بتكش فراخ. بدنا نورجيكم إيش كلفة الفراخ في الأسبوع 3 أيام. إيش إحنا بنكلفها عشان الحمام تضلها قوية وريشها يضل قوي وريشها يصير كتير منيح. أنا راح أحكي لكم شوية معلومات. أول شي يا شباب بتمنى إنكم تدعمونا باللايك وتشتركوا بالقناة. اللي ما اشترك يا شباب يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس ليوصله كل جديد. وبتمنى تعلقوا لنا وتحطوا لنا ايش رأيكم في الخلطة، وايش في عندكم اضافات تانية بنقدر نحطها على الخلطة عشان الحمام تضلها قوية وريشها يضل قوي وصلب وما ينكسر ويطلع الريش بشكل مرتب. هلا بداية كلامنا صلوا على النبي يا شباب، اذكروا الله لا اله الا الله. راح نورجيكم المكونات. بداية راح نجيب قمح. قمح زي ما انتم شايفينه، مش شعير، قمح. وراح نجيب خلطة برضو، خلطة فيها ذرة بيضة كتير. زي ما انتم شايفين فيها ذرة بيضة كتير وفيها اكتر من نوع. وفي عنا ذرة مجروش، وفي عنا كمان اللي هي خلطة الزق اللي انا بعملها، اللي عملتها هذيك اليوم للزق اللي فيها الخبز والخلطة والزيوت. وفي عنا 7 انواع بذور اللي هم هاي اللي راح اورجيكم اياهم. في عنا بذر فجل. اللي بده يسجل يا شباب عشان يجيبهم، ما يجيبهم كمية كبيرة. شوفوا انا قد جايب، ثواني. هاي الكمية اللي انا جبتها نص هذا، نص الكيس، يعني بيجوا تقريبا كيلو ل2 كيلو، 2 كيلو. 7 انواع البذور اللي هم بذر فجل، حبة البركة، بريق تبع الحمام، بذر كتان، بذر جرجير، بذر شوفان. هيك حكينا 5. والله انا نسيتهم اللي حكيت لكم اياهم. بذر شوفان وبذر جرجير وحبة البركة وبذر هيو عباد الشمس الصغير هذا، نسيت ايش بسموه، وبريق وبذر فجل وبذر كتان. هذولا ال7 انواع ضروري تجيبهم للفراخ اللي بتطير، ضروري كتير انك تجيبهم عشانه هذولا. هلا راح احكي لكم شو الفايدة تاعتهم للفراخ. خليني اول اشي ابلش اخلط، وفي اخر الفيديو راح احكي لكم ايش فايدتهم للفراخ اللي بتطير. هلا راح نخلط هدول كالعادة. بخلط على هذا المكان انا. كمية بسيطة عشانك انت ما راح تطعميهم منها كل يوم. انت راح تطعميهم منها 3 ايام او مرتين بالاسبوع فقط، عشان فيها كمية بروتينات عالية جدا وكمية فيتامينات طبيعية عالية جدا. هلا راح نجيب برضو قمح فوقيهم نحطه. هاي القمح درناه تقريبا 3 ل4 كيلو قمح. وهلا راح نحط، ثواني ادور على الطاسة هاي اللي احط فيها، هيها. راح نحط
طاسة خلطة عشان، وهيك درنا الخلطة، درنا طاستين خلطة. وهلا راح ندير طاستين او ثلاثة اكتر من كمية القمح على الخلطة عشان تضلها منيحة. وبعدين هذه الخلطة ما تطعميها للحمام لحالها، بتطعميها مع العشاء تبعها، بتحط لها شوي ملح، ما بتحط كتير ملح، بتحط لها شوي ملح عشان ما تشبع منها، عشان فيها كمية بروتينات عالية، عشان الطير ما يستثقل ويبطل يطير عندك ياكل كتير. وهلا شو ضل علينا نحط الخلطة اللي هي فيها كرسنة وبيقة وذرة بيضة وذرة صفرة زي ما انتم شايفين، وماش وعصفر فيها وعدس فيها. هاي اللي هي بسموها خلطة البروتينات، وهذيك اللي هي 7 بذور، 7 أنواع بذور اللي بتكون فيتامينات طبيعية للطير. هلا راح نحط من هاي وحدة، راح نحط كمان وحدة عليها. هيك خلصنا الخلطة زي ما انتم شايفين. راح اخلطها كويس لكلها تتجانس مع بعضها، عشان لما تكلف منها او تحط علف للحمام الطير ياكل من كل شيء. هلا راح اخلطها وارجع لكم عشان اورجيكم شكلها النهائي، وبعد هيك راح احكي لكم شوية معلومات اللي هي راح تفيد الحمام، اللي احنا حطيناهم بايش بفيدوا الحمام وشو بعطيهم مناعة. خليكم معي وهلا برجع لكم. وهي هيك خلطتها كاملة، طلعت عنا خلطة رائعة جدا، كلها بروتينات وفيتامينات كاملة 100%. وهذا سر انه الحمام الفراخ تضلها قوية، ولما تخلف وتكبر بضل ريشها محافظ على حاله، والطير بضل بصحته، وبضل عندك عمر طويل الطير بدون ما يكون في عنده مشكلة. عشان هذه هي الخلطة اللي بتأسس حمامك وبتخليه فترة طويلة يعيش عندك. هلا الطير اللي راح ياكل من هذه الخلطة لمدة، لما طول ما هو فرخ، لما يخلص الريشة. المعلومات اللي بدي احكي لكم اياها عن الريشة: اول شغلة، الريش بيطلع عريض، الريشة بتطلع عريضة، ما بتضلها نحيفة في جناح الطير. لما يرمي ريشته ويرد يطلعها، برد يطلعها بشكل عريض، بتضلها الريشة كتير منيحة، بتطلع قصبة الريشة يابسة جامدة ما بتنكسر. وبعدين الريشة لما ترجع بتطلع بتلمع، ما بتطلع يعني الريشة تعبانة، بتطلع كامل حيويتها، زي الشعر اللي بيهتم في شعره وهيك بتطلع شعرته، يعني بيهتم فيها بزيوت وهيك بشعره، بيطلع الشعر كتير قوي وبيطلع منيح. وهذا نفس الاشي للحمام، عشان الريشة تطلع قوية وتطلع بتلمع وتطلع يعني عريضة، لازم انك تهتم في الاكل تبع الفراخ بالذات، عشان الفرخ طول ما هو فرخ انت بتأسسه لما يكبر. لهيك الحمام بتقوى وبتصير في عندها حيل في الطيران اكتر من ساعة وساعتين و3
اهم اشي يا شباب في الخلطة هاي انك تطعميها للحمام اقل اشي مرتين في الاسبوع. مرتين في الاسبوع، ما بتطعميها اياها لحالها الخلطة، بتحط لها اياها مع العلف. عشان يعني مثلا حطينا احنا بنطعمي مثلا كيلو للحمام، مثلا كيلو حب ذرة بيضة او ذرة صفراء، بنحط مع هذه تقريبا بنحط معهم وقية من هاي، فقط وقية، يعني مع الكيلو بتحط وقية او اقل. فهذه الخلطة يعني اللي عملتها الشوال هذا بقعد عندي تقريبا من شهر لشهر ونص، اذا مش اكتر. فبتضلها الحمام مشتاقة لهذا العلف طول ما انت بتطعميها اياها مرتين. وان شاء الله نكون فدناكم يا شباب، وبتمنى انكم ما تقصروا معنا باللايكات والاشتراكات. اللي ما اشترك يا شباب يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. وبتمنى انكم تعلقولي وتحطولي اذا في عندكم اي اضافات تانية على الخلطة عشان اضيفها للحمام. وبدنا اياكم تشيروا الفيديو لاكبر عدد من الناس ليوصل كل اصحابكم ومعارفكم اللي بربوا حمام، عشان يعرفوا ايش يسووا في حمامهم عشان يطلعوا حمام قوية ونظيفة. وهيك يا شباب بنكون خلصنا مهمة ان نورجي الناس شو طعم فراخها عشان الفراخ تطلع قوية. بتمنى انكم ما تقصروا معنا، وان شاء الله احنا ما بنبخل عليكم في اي معلومة بنعرفها، واللي عنده اي معلومة جديدة يضيف لنا اياها واحنا مستعدين ننفذها ونطبقها على ارض الواقع ونجربها. قبل ما نورجيها للناس راح نجربها عشان نشوفها على حمامنا، عشان لا سمح الله اذا كان في اذية للحمام لفرد الحمام ما نأذي حمام الناس. وهيك بنكون خلصنا يا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.